النهاردة هحكي لكم عن قصة مرعبة بتحصل في مكان بعيد وسط بحر الرمال الأعظم في قلب الصحراء الغربية، في وادي الظلال المتحركة، المكان اللي محدش بيرجع منه زي ما دخل. لو بتحبوا الرعب وأعصابكم قوية، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الحكايات الجديدة. يلا نبدأ. في يوم من الأيام قرر 4 شباب شجعان، شريف ونهى ومروان وسلمى، إنهم يعملوا رحلة استكشافية في بحر الرمال الأعظم. كانوا متحمسين للذهاب إلى المكان الغامض اللي سمعوا عنه من أصدقائهم، اللي كانوا يقولوا إنه مليان بالأسرار والمخاطر. وفي يوم مشمس من أيام الصيف شالوا حقائبهم ومشوا في اتجاه الصحراء، وقلوبهم مليانة حماس وخوف. بعد ساعات من السير في الرمال بدأ الجو يتغير فجأة. السماء كانت صافية وبدون غيوم، لكن بعد شوية بدأ يبان غيم داكن في الأفق، كأنه قادم من مكان بعيد. الشمس اختفت وراء السحاب، وبدأت الرياح تعصف بهم كأنها بتحاول تقفهم. شريف بص حواليه وقال: اللي حوالينا كأنهم ناس بتراقبنا، بتحسوا بيها؟ كلهم حسوا بنفس الإحساس، كأن في عيون مش شايفينها بتراقبهم. وبعد شوية سمعوا صوت همسات غير مفهومة، أصوات خافتة، وكأن في ناس بتتكلم بعيد. الصوت كان بيقول: ارجعوا، مش مرحب بيكم هنا. لكن ولا حد فيهم خد باله من المعنى، واستمروا في التقدم. قرروا يعيموا في مكان معين بين الصخور ويعدوا الليل هناك على أمل إنهم يكملوا رحلتهم في الصباح. لكن الليل كان مظلم بشكل غير طبيعي، وكل ما يحاولوا يرتاحوا يسمعوا أصوات صرخات وبكاء من بعيد، كأن في حد محتاج مساعدة. نهى اللي كانت دايما بتفتكر نفسها شجاعة حست برعشة باردة في جسمها. سلمى بدأت تهتز وتقول: لازم نرجع. لكن الطريق اللي جم منه كان اختفى، وكأن الصحراء ابتلعت كل أثر ليهم. فجأة ظهر قدامهم على رمال الصحراء شخص لابس عباية سودة، وشه مش واضح تماما، عينيه مغطية بالظلام كأنها حفرة ملهاش آخر. الشخص ده بص لهم وقال بصوت عميق ومخيف: اللي يدخل هنا مش بيرجع، الظلال مش بتسيب حد. وقبل ما يختفي ببطء زي الدخان في الهواء، حسوا ببرودة غريبة حوالينهم. تجمعوا مع بعض وحاولوا يخرجوا من المكان، لكن الظلام كان بيحاصرهم. كل ما يحاولوا يمشوا يحسوا إن في حاجة بتجري وراهم، ولما يبصوا وراهم يلاقوا الفراغ. لكن الأصوات كانت بتزيد، وبدأوا يسمعوا أصوات كأنها ضحكات مكتومة. بعد شوية قرروا إنه لازم يلاقوا ملجأ، وفجأة شافوا كهف بعيد. رحتوا للكهف ولقوا جواه جثث قديمة وعظام متناثرة، كأنها دليل على مغامرات سابقة. دخلوا الكهف وكان كل واحد منهم حاسس بشعور مختلف. سلمى حست بالقلق، بينما مروان كان عنده فضول شديد. ووسط الكهف شافوا رموز غريبة محفورة على الحائط، وكأنها علامات تحذير. بدأوا يستكشفوا الكهف، لكن كل ما يبعدوا عن مخرج الكهف الصوت بدأ يزداد. فجأة شافوا ظل ضخم يمر بسرعة، وبدأت الأرض تحتهم تهتز. نهى صرخت: يلا بينا! لكن مروان كان مهتم بالرموز وفضل قاعد يقراها. وفي اللحظة دي الظل ظهر، وأصوات صرخات كل الناس اللي دخلوا المكان من قبلهم كانت بتعلو. الظل كان متمركز قدامهم وشكله مرعب، عيونه بتلمع في الظلام. بدأ يتقدم نحوهم وأحسوا بخوف شديد. مروان حاول يقرأ الرموز، لكن كانت الأصوات تمنعه: انت مش هتقدر تهرب، انت جزء من اللعنة دلوقتي. ثم الظل قفز عليهم وكلهم وقعوا على الأرض. حاولوا الهروب، لكن كل باب حاولوا يفتحوه كان يقفل عليهم، وفي كل غرفة كان فيها علامات رعب جديدة. وشافوا خيالات مرعبة من عصور قديمة، عائلات مفقودة وأرواح تائهة. ومع كل روح كانوا يحسوا بصدمة أكبر. كل واحد فيهم بدأ يسمع أصوات من ماضيه، حاجات كان خايف منها أو مخبية، وكأن الظل بيكشف أسرارهم. شريف شاف صورته وهو طفل صغير مع أهله، وصوت أمه بتقوله: لا تبتعد. بينما مروان كان يواجه صورته مع أصدقائه اللي تركهم ويقول: أنت السبب في ضياعهم. في لحظة اكتشفوا إنهم لازم يتعاونوا ضد الظل. بدأوا يجمعوا كل قوتهم وصرخوا معا: إحنا مش هنسكت. وفي اللحظة دي الظل اتجمد وكأنهم نجحوا في إيقافه. لكن فجأة مروان اكتشف مفتاح مخفي في أحد الرموز وقرر إنه يستخدمه. فتحوا باب جديد ولقوا ممر ضيق. كانت النهاية قريبة، لكن الصوت زاد بشكل مرعب وظل الظلام يتبعهم. الجري كان أسرع، ولقوا نفسهم خرجوا من الكهف. لكن لما نظروا حواليهم لقوا المكان اتغير. السماء كانت سوداء بالكامل، والأرض كانت مليانة جثث وأرواح. لقوا نفسهم محبوسين في عالم تاني، وهم محاطين بالأرواح الشريرة.
في اللحظة الأخيرة النهار بدأ يشرق والشمس طلعت، لكن كلهم حسوا إنهم علقوا في بعد تاني. ظل الشخص اللي كانوا شافوه في البداية ظهر تاني وقال لهم: انتوا دلوقتي جزء من هذا المكان، مفيش طريق للخروج. صراخهم ملأ الأفق، لكن ما كانش فيه حد يسمعهم، وظلوا عالقين في بحر الرمال الأعظم للأبد. لو عجبتكم القصة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل القصص المرعبة الجديدة. وتفتكروا دايما الأماكن المسكونة بتحتفظ بكل اللي يدخلوها، مش كل اللي يدخل مكان زي ده يقدر يخرج منه.